السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا جميعا في صحة جيدة ان شاء الله. بما انه الوقيته ديال الحامض هذه الثمن ديالو رخيص وموجود تبارك الله، وسيدنا رمضان قرب، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية ان شاء الله. غادي نقترح عليكم مركز عصير الليمون. غادي نحتاجوا الحامض، غادي نحكوه مزيان بشتيته ديال الصابون باش نحيدو منه كاع التراب اللي كيكون لاصق في القشره، وغادي نغسلوه وغادي نخليوه ليله كامله يتسقطر حتى ينشف تماما. غادي ناخدو الحكاكه الرقيقه وغادي نبداو نحكو الكميه ديال الحامض كامله اللي عندنا. غادي نحكو غير القشره الصفراء فقط، ما نوصلوش للقشره التحتانيه البيضاء باش ما تطلقش لينا المروره في العصير. كنضربو غير ضربه واحده وكنبقاو غاديين دايرين مع الليمونه حتى نكملوها كامله. يعني الحامض دابا راه موجود تبارك الله. انا خديته بثلاثة دراهم الكيلو، ولكن تبارك الله الحبات يعني كبار وفيهم الماء يعني متان. اللهم نستغلوا هاد الوقيته اللي كيكون فيها الحامض رخيص، نوجدوا به هاد المركز ديال الحامض، نحتفظوا به بالمجمد، راه ما كيخسرش نهائيا. نستعملوه كعصير بوحدو كيجي منعش بزاف، ولا نستعملوه يعني نعاونوا به في عواصر وحدين اخرين. وبما انه سيدنا رمضان قرب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، الناس كيبغيو يوجدوا ليه قبل، فعلاش لا نحتفظوا بهذا المركز. نوجدوه عصير في رمضان، بما انه الثمن ديال الحامض راه كيطلع في رمضان كيكون غالي شي شويه، اللهم نستافدوا منه دابا من حتى الثمن ديالو ناقص. غادي نكمل الكميه ديال الحامض كامله اللي عندي، غادي نحكها وندوزو باش نكملوا التتمه ديال طريقه التحضير. الكميه ديال الحامض كامله اللي عندي كيف ما كتشوفوا، يعني حكيت غير القشره الصفراء، ما وصلتش نهائيا لهذاك اللب الابيض باش ما يجيناش العصير مار. وغادي نبداو نعصروا الحامض، غادي نعصروا الكميه كامله ديال الحامض وغادي نضيفوها على القشره اللي حكينا. وبعد ما عصرت الكميه كلها ديال الليمون وضفتها على القشور اللي حكيت، غادي ندوزو للسكر. بما انه انا استعملت 4 كيلو ديال الحامض، فغادي نستعمل ليهم 2 كيلو ديال السكر. يمكن لكم تستعملوا سكر القالب اولا تستعملوا سكر سنيده. غادي نضيف الكميه ديال السكر كامله اللي عندي على العصير. وغادي نخلي السكر حتى يذوب ليا في العصير. مره مره غادي نبقى نحركه، بما انني خدمته في الصباح فغادي نخليه حتى العشيه. مره مره غادي نبقى ندوز نحرك هذاك السكر باش ما يبقاش حات ليا في القاع وباش يذوب ليا تماما. وبالنسبه لهذوك الليمونات اللي عصرنا، فحتى هما ما كنرميهمش، كنحتفظ بهم في المجمد. ووقت ما بغيت نغسل الدجاج فانا كنستعمل هادو
كيكون باقي فيهم الجهد وكيكون باقي فيهم الريحه. علاش لا؟ حتى حاجه ما نضيعوها. كيف ما كتشوفوا هاو السكر بدا كيذوب ليا والقوام ديال العصير بدا كيتقال. غادي نستمر على التحريك مره مره باش ديما يذوب ليا السكر وما يبقاش حاتل ليا في القاع. كيف ما كتلاحظوا ملي كيبدا يذوب السكر فالقوام ديال العصير كيبدا كيتغير، كيبدا يتقال واللون ديالو ما كيبقاش فاتح، كيولي غادي مايل وكيغمق، كيبدا غادي ويتقال. وبعد ما خليته ارتاح تماما وداب السكر على خاطرو، كيف ما كتشوفوا كيولي الشكل ديالو بحال السيرو وكيولي اللون ديالو مغلوق، كيولي ثقيل. غادي ناخذ الميكسور اولا مولينكس وغادي نطحن كلشي مزيان باش يطحنوا ليا دوك القشور، والا كان باقي شي طريفات ديال السكر حتى هما يطحنوا ليا. وغادي ناخذ الصفايه الرقيقه، مهم بزاف يكونوا العيون ديالها رقاق اولا غربال ديال النيلو، اولا يمكن لكم تستعملوا الزيت ديال حياتي يكون نقي، يعني تكونوا مخصصينه غير الكوزينه ما عمركم استعملتوه. وغادي نبدا نصفي العصير ديالي مزيان ونعصر هذوك القشور، يعني حتى ما نخليش فيهم الماء تماما، يعني نشفهم مزيان. غادي نكمل الكميه كلها ديال العصير ونتلاقاو باش نكملوا التتمه. وبعد ما صفيت العصير كامل غادي ناخذ بواطه مخصصاها الكونجيلاتور، يعني ما كيتغير الشكل ديالها وكتبقى محافظه ليا على العصير، ما كتنفش. اهم حاجه تكون انها ما كتنفش، تكون كتسد مزيان باش تبقى محافظه لكم على العصير، يبقى فيه الريحه ديالو ويبقى فيه الجهد ديالو كامل. القشور اللي صفينا انا ما كنرميهمش، كنحتفظ بهم. هاد البواطه هادي فهي ديال العام اللي فات، كيف ما كتشوفوا القوام ديالها بقى هو والريحه ديالها باقا مجهده بحال اللي عاد مطحونين. كنستعملهم كنكه بهم الكيك ولا كنكه بهم غريبه، ما كنضيعهمش. وبالنسبه لطريقه تحضير العصير فانا غادي نحتاج اطرو ديال الماء بارد، يعني يكون بارد من الثلاجه، بحكم انني مازال ما وضعتش العصير ديالي في المجمد. ملي كديروه في المجمد كديروا غير الماء سخون وكيكون العصير راه ديجا بارد. غادي نضيف ليه كاس كبير ديال المركز الحامض اللي حضرت معاكم، وغادي نطحن كل شيء مزيان. يمكن لكم تضيفوا وريقات ديال النعناع وشويه ديال سكينجبير طري محكوك، حتى هو كيجي به العصير لذيذ بزاف. انا وريتكم الطريقه السهله يعني. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي لذيذ وكيجي خاتر وكيجي العصير منعش، يعني ديال الصيف وديال رمضان، يبقى عندكم مده طويله وقت ما احتاجيتوه غير خلطوا وشربوا. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.